أغرب 5 خدع موجودة على تليفوناتنا ومعظم الناس مش بتستخدمها وفي ناس كتير ما تعرفهاش. تابع معايا الفيديو عشان آخر خدع حوار. أنا إياد ودي قناة إياد زون. في الفيديو ده هقولك على 5 خدع موجودة في أي تليفون تقريبا. الخدع دي بسيطة جدا بس في مننا كتير مش بيستخدمها أو ما يعرفش عنها حاجة رغم إنها بتسهل علينا حاجات كتير. وخلي بالك الخدعة ال5 هتلاقي حركة لو جربتها هتقول أنا إزاي ما كنتش أعرفها من زمان. ويا ريت قبل ما نبدأ تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وهتشترك في القناة علشان كل ما ينزل فيديو جديد يجيلك على طول وتستفيد اكتر. والخدعة الاولى اللي معظمكم عارفها وهي الكتابة بالنص التنبؤي، والميزة دي بتخليك تكتب جمل كاملة من غير ما تفكر. يعني مثلا بتكتب انا وسيب الكيبورد يكمل وانت هتختار جمل بشكل عشوائي هتلاقيه كتب جمل شبه مفهومة ممكن تستخدمها كنوع من التسلية مع صحابك، او هتكتب رسالة كاملة من غير ما تكتب ولا حرف. جربها دلوقتي في الكيبورد وقول لي الكومنت قالك ايه. تعرف ان انت ممكن تبدأ تصوير الكاميرا صورة او فيديو بزرار الصوت، ودي الخدعة التانية اللي الناس قليلين ما يعرفوهاش، ودي هتساعدك تصور صورة ثابتة بالكاميرا الخلفية بجودة أحسن، أو تاخد سيلفي مع صحابك وحبايبك. وطبعا كلنا عارفين ان جودة الكاميرا الخلفية أحسن من الكاميرا الأمامية. والخدعة الثالثة هي سكان QR من غير ما تنزل برنامج مخصوص، ودي في أغلب الموبايلات الحديثة سواء كانت مدمجة في الكاميرا او السوفت وير بتاع التليفون. ودي كلنا عارفين اللي هي مهمة جدا في عصرنا ده، لان معظم المطاعم والكافيهات ومحافظ الدفع الالكتروني بقت من خلال الQR كود. وكمان هتقدر تشير باسورد الواي فاي مع صاحبك زي ما انت هتنزل تشير الفيديو ده دلوقتي. وطبعا مش محتاج اعرف بتوع ايفون الميزة دي عندهم لانها موجودة تقريبا في كل تليفونات ابل. وقول لي بقى في الكومنتات تليفونك نوع ايه والميزة دي موجودة عندك ولا لا. ما تنساش اللايك. كتير بيبقى عندك شغل او مذاكرة ومحتاج تركز وبتلاقي تليفونك فصلك او شتتك، ودي بقى الخدعة الرابعة، عدم الازعاج. وناس كتيرة بتفكر الميزة دي للمكالمات وبس، وفي ناس بتتجاهلها وبتعمل التليفون صامت على طول. بس لا، انت ممكن تخصصها تخليها للمكالمات والاشعارات، او تحدد تطبيقات معينة بس اللي يجيلك اشعاراتها بصوت والباقي من غير صوت. وممكن كمان تخلي مكالمات معينة بس اللي تجيلك وتوصلك والباقي من غير صوت. وده هيفيدك لو انت قاعد شغال او بتذاكر ومحتاج تركز بس مستني مثلا رسالة او مكالمة مهمة. وكمان تقدر تخصص لها وقت معين تشتغل وتقفل فيه، يعني مثلا مش عايز ازعاج بالليل وانت نايم لحد ما تصحى، او في وقت الشغل مش عايز مكالمات او رسائل تجيلك، يبقى هتفعل الميزة دي واكيد هتفيدك. وساعات كتير بيكون وراك مشوار مهم وبتتفاجئ ان تليفونك بيفصل شحن. والخدعة ال5 بتقولك ان وضع الطيران هو الحل، لانك ببساطة لو حطيت تليفونك على الشاحن وعملت وضع الطيران هتلاقيه شحن اسرع بنسبة 20%. وده لان وضع الطيران بيقفل كل حاجة في تليفونك ممكن تستهلك البطارية زي الواي فاي والداتا والبلوتوث. جربها وقول لي في الكومنتات الخدعة دي وفرت معاك وقت قد ايه، وما تنساش تعمل اشتراك عشان تعرف تجيلي تاني. ودول كانوا 5 خدع موجودة في تليفونك مش كتير بيستخدمها ومش كتير يعرف عنها حاجة مع انها مهمة. قولي بقى ايه اكتر خدعة عجبتك وفرقت معاك وهتبدأ تستخدمها من النهاردة. ما تنساش تعمل شير للفيديو لاصحابك علشان تتكلموا بالكيبورد، واستنوني في خدعة الويندوز الفيديو الجاي. سلام.